إن لم تكن قد شاهدت فيلم شوشينج أنا برجوك تشوفه. الفيلم ده فيه كل شيء مظبوط بدقة لافتة، سيناريو محكم متصاعد دون فراغات، حوار سلس جدا وبسيط لكنه عميق. الممثلين تصرفاتهم وإشاراتهم وكل ردود أفعالهم محسوبة بدقة وبعناية. على فكرة دي مش فيلم بيحكي مجرد مسجون داخل السجن، لا، ده درس في كيف تقدم السينما أسرارها من غير استعراض. وهتلاحظ كمان إن صمت الممثلين هيبقى أهم من كلامهم، وتركيز الكاميرا على التفاصيل اللي بتقال شيء ضروري جدا، ونظرة عين بتعوض مشهد كامل. وكيف يمكن لخطوة أو طريقة جلوس أن تحمل معنى أكبر من أي جملة. الفيلم في بدايته يعني بيدخلك إن أندي موظف بنك اتهم بأنه قتل زوجته وعشيقها. طبعا اتهام باطل، لكن ما قدرش يثبت براءته، فخد مؤبد 50 سنة. آه لما دخل أندي السجن دخل هادي ومش خايف، وبدأ يدرس بهدوء شديد جدا تصرفات المساجين. الطريق إلى فهم هذا العالم عبر شخصية ريد اللي هو قتل بالفعل وحكم عليه بالمؤبد، وهيبقى صديق أندي. ريد اللي هيبقى الراوي في الفيلم، وهيتكلم عن البشر داخل السجن من خلال منطق الخوف والقوة، وإن ازاي العادة بتتحول إلى قدر. الكاميرا ما بتعلنش شيء، لكن بتظهر طابور الطعام، أماكن العمل، نظرات الحراس، لحظات الانكسار، حتى الصمت اللي بيمر مثل صوت داخلي لا يسمعه أحد. الفيلم مش بيقدم السجن، لا، هو بيعيد تشكيل بشر من خلال من ينهار ويذبل أو يتأقلم ويبدأ يعيش حياته. في شخصية بروكس، دي شخصية مهمة جدا داخل السجن. قعد 50 سنة داخل السجن، وحياته كلها بقت جوه السجن، وتكيف على هذا الوضع. حتى لما خرج مات، ما قدرش يعيش في الحرية. عايز اقول لك ان الفيلم ده موقع IMDb قال عليه ان ده اعظم فيلم في تاريخ السينما. ارجوك ان لم تكن قد شاهدته شوفه. تحياتي وبشكرك على الاستماع.